السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. حلقة النهاردة بتكون جميلة جدا مميزة جدا. هنتكلم معاكم النهاردة عن أرخص تكييف موجود في السوق تكون مواسيره نحاس. طبعا كلنا دلوقتي بندور على التكييفات، فبندور برضو في ألمونيا وفي نحاس، بس كلنا متجهين أكتر لناحية النحاس لمميزات كتيرة جدا. برضو بيكون له عيوب طبعا، بس بتكون احسن من التكييفات الالومنيوم. فالنهارده هتكلم عن ارخص تكييف موجود في السوق تشتريه بسعر كويس جدا. هنتكلم برضو عن سعره ويكون مواسيره نحاس. اللي اول مره شفنا، احنا عندنا معارضنا كتيره جدا في الاسكندريه، جميع انواع الاجهزه الكهربائيه، شحن والتوصيل لجميع المحافظات. شحن اسكندريه مجانا، شحن القاهره بيكون مجانا. كمان لو انت مشترك في القناه عندنا ومحتاج اي منتج من عندنا هنا، بيكون ليك خصم حصري في حاله انت مشترك في القناه. الاشتراك بيكون من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. مش شرط تكييفات بس، اي حاجه ان شاء الله بيكون فيه خصم كويس. كمان عندنا تقسيط مع البنك الاهلي، وكمان مع السي اي بي، وكمان مع فاليو. فلما عشان ما نطولش عليكم، نشوف معانا ايه النهارده من ارخص تكييف موجود في السوق مواسيره نحاس. التكييف اللي معانا النهارده بيكون من شركه يونيون اير. طبعا الناس اللي عارفاني من زمان او متابعاني من زمان عارفه ان انا مش برشح اي منتج ليونيون اير. كنت عامل مقارنه سابقه بين يونيون اير، كنت عامل حلقه عن ارخص نوعين تكييفين موجودين في السوق، من ضمنهم يونيون اير وكمان فريش. فالناس اللي تعرفني عارفه ان انا مش برشح في الغالب يونيون اير، بس الموديل ده بيكون يعتبر او انا بشوفه احسن حاجه في يونيون اير. فلو انت الميزانيه معاك على قدها وعايز حاجه تكون كويسه ونحاس، فخليك في التكييف ده. غير كده انا مش برشح اي حاجه ليونيون اير. التكييف اللي معانا بيكون يونيون اير ارتك بلس 1.5 حصان. طبعا التكييف ده محترم جدا، بيكون نحاس بالكامل. ميزه النحاس ان هو بيتحمل الضغط العالي بتاع الفريون، بيديك عمر افتراضي اطول، وكمان المواسير مش بتتخرم بسرعه على عكس الالومنيوم. وبيكون برده لا قدر الله حصل له حاجه بيكون سهل جدا في الصيانه، على عكس برده تكييف شارب اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، اللي هو مواسيره نحاس، بيكون صعب شويه في موضوع الصيانه. كنت عامل عنه حلقه سابقه تظهر جنبي في علامه الاي، او انت تشترك في القناه خد لفه كده تلاقي عامل حاجات كتيره جدا عن التكييفات وجميع انواع الاجهزه الكهربائيه. الناس اللي بتحب تعرف نوع الفريون، بيكون فريون ار 410. تبريد التكييف بيكون سريع جدا. استهلاك الكهرباء بيكون مش احسن حاجه، بيكون في الحقيقه متوسط، يعني بيستهلك كهرباء شويه، خصوصا ان التكييف ده مش بيكون انفرتر، بيكون تكييف عادي. متوسط تبريد الاوضه، لو الاوضه من 12 متر ل 16 متر، يعني ممكن يبرد الاوضه في حوالي 8 دقائق. بالنسبه للتبريد بتاعه في درجات الحراره العاليه، فهو مثلا لو درجه الحراره بتكون 40، فهو هيديك اداء متوسط، مش بيديك اداء قوي. طبعا ده لانه بيكون في الفئه الاقتصاديه، بتكون المتوسطه. سعر التكييف ده عامل حاليا 21,000 جنيه. لو انت عايز التكييف ده بيكون ليه خصم حصري في حاله الاشتراك في القناه. بالنسبه للصوت بتاعه، بيكون صوته برده ليه صوت طبعا، بس مش بيكون مزعج زي فري اير، بيكون صوته اهدى شويه، بس في الحقيقه بيكون ليه صوت. زي ما كنا التكييف ده بيكون مش انفرتر، وكمان مش بيكون فيه خاصيه البلازما، يعني ممكن تشم بعض الروائح الكريهه. بس انا في الحقيقه برشحه لان التكييف بيكون مواسيره نحاس وسعره بيكون حنين، بس برضه بيكون ليه عيوب. فلو ميزانيتك بتكون صغيره وعايز حاجه في الحنين، فخليك في التكييف ده. او برضه ممكن تكييف فريش تربو، بيكون اقل منه في السعر، لكن في الحقيقه التكييف يونيون اير ده بيكون نحاس بالكامل وحاجه محترمه جدا. لو انت عندك تجربه مع شركه يونيون اير، طبعا اكيد كلكم عندكم تجارب مع شركه يونيون اير، طبعا اغلبها بتكون تجارب سيئه، سيبوها لنا برده تحت في التعليقات. ولو حد عنده الموديل ده بالذات من تكييف يونيون اير، برده يسيب لنا تحت في التعليقات ويقول لنا رايه بكل صراحه في تكييفات يونيون اير وفي التكييف ده بالذات. طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، عشان لو عايز اي منتج من عندنا تاخد خصم حصري ليك في حاله اشتراكك في القناه. اشوفك حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.